لو انت لسه طالب هتعرف تشتغل مع الدراسه، وفي طلبه بيقبضوا بالدولار كمان. فموضوع انك لسه بتدرس وسنك صغير ما بقاش حجه. في ناس عندها 17 و18 سنه وفعلا عملوا اول مليون في حياتهم. واكيد انت كل يوم بتشوف فيديوهات كتير لشباب صغير نجحت على السوشيال ميديا وكسبت فلوس كتير وعايز تعمل زيهم، لكن مش عارف تاخد خطوه ازاي. مش معنى كلامي ان انا بقول لك ان ده سهل واي حد يقدر يعمله، وفي نفس الوقت مش معنى كلامي ان ده صعب ومستحيل تحققه. الفيديو ده مش هيبقى فيه مونتاج كتير، على قد ما انا جاي اقول لك ازاي بدات اشتغل اونلاين وانا لسه في الدراسه. هقول لك انا بدات اشتغل ازاي، وازاي حولت مهاره واحده لاكتر من 5 مصادر دخل، وبعد كده هقول لك ازاي تاخد خطوه وتبدا تشتغل وتعمل لنفسك مصدر دخل ثابت حتى لو هيكون بسيط في البدايه، ومع الوقت هتبدا تكبر مصدر الدخل ده. لكن الاهم دلوقتي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا كنت زي اي حد عادي ماسك تليفوني وقاعد بقلب في الفيديوهات والريلز، لحد ما قابلني فيديو كان غريب بالنسبه لي وعرفني حاجه ما كنتش اعرفها. الفيديو ده انا لسه فاكره لحد دلوقتي، وكان بيتكلم عن ازاي تعمل فلوس وانت قاعد في البيت من الكتابه. الفيديو عنوانه شدني، علشان كده اتفرجت على الفيديو للاخر وبدات ادور وراه. ولما دورت لقيت ان فعلا في مجالات شغل تقدر تشتغلها من البيت جنب دراستك، والفكره دي كانت عجباني زي ما هتبقى عاجبه اي طالب لسه ما بداش يشتغل. بعد كده دخلت على يوتيوب وبدات افهم ايه الاونلاين بيزنس وايه المجالات اللي موجوده واقدر اشتغل فيها واعمل فلوس. بدأت بمجال التدوين علشان كان ساعتها بالنسبة لي أسهل حاجة أبدأ فيها، وبدأت أتعلم وقتها حاجة اسمها السيو أو الاس اي او، يعني تحسين محركات البحث. بمعنى تاني إزاي تخلي الموقع بتاعك متصدر نتائج البحث علشان الناس تدخل للموقع بتاعك، وبالتالي تقدر تحول الزوار لفلوس. بعد كده اتعلمت إزاي أعمل مدونة بسيطة، وأنا فاكر وقتها إن عملت 3 أو 4 مدونات خدوا مني وقت كتير، لأن كنت ساعتها لسه ببدأ ومش عارف حاجة، والثلاث أو 4 مواقع اللي عملتهم فشلوا وما قدرتش احقق منهم اي حاجه، لحد ما بدات اتعلم من الغلطات اللي كنت بعملها، وفعلا عملت موقع في الاخر ونجح، وبدا فعلا الناس تدخل للموقع بتاعي وترتيبه في محركات البحث بدا يعلى. ومع الوقت عرفت احول مهاره الاس اي او اللي انا يا دوب اتعلمت منها بس الاساسيات ل5 مصادر دخل تقريبا. اول مصدر دخل كان الاعلانات، يعني اني بحط اعلانات على الموقع بتاعي اللي انا قدرت ادخل فعلا الناس عليه، ولما الناس تشوف الاعلانات وتتفاعل معاها ببدا اخد نسبه من الارباح. تاني مصدر دخل هو الافيليت ماركتنج، يعني طول ما الناس بتخش للموقع بتاعي فانا اقدر احط لينكات تسويقيه واسوق من خلالها مواقع او ادوات معينه، فبقيت فعلا احط روابط افيليت في محتوى الموقع بتاعي، ولما الناس بتضغط عليها وتسجل في الموقع اللي انا سايبه فبالتالي انا ببدا اكسب. ثالث مصدر دخل هو اني اتعلمت مع الوقت ازاي اكبر موقع واخليه يوصل لمصدر دخل ثابت، وبعد كده ببدا ابيع الموقع، يعني خدت الموضوع بشكل تجاري شويه. رابع مصدر دخل هو اني بدات اعرض الشغل اللي انا بعمله من خلال المواقع اللي انا اشتغلت عليها، وكنت بقدم خدمات كفريلانسر، سواء خدمات كتابه محتوى او خدمات في مجال الاس اي او. خامس مصدر دخل بقى كان اني اعمل كورس اعلم فيه الناس اللي انا اتعلمته، وفعلا عملت كده وبدات اسجل الكورس وبدات اسوق ليه، وفعلا ناس بدات تشتري مني الكورس، وجالي اراء محفزه جدا اني اسوق له وابدا ابيعه لناس تانية. الكورس كان عباره عن اني بعرف الناس عن مجال الاس اي او، وازاي ان مهم جدا يبقى عندك موقع او مدونه وتعرف ازاي تخلي الناس تدخل عليها، والاهم من كده ازاي تحول الناس اللي دخلت على الموقع لمصادر دخل كتير. هتلاقيني سايب لك لينك الكورس في الديسكريبشن لو حابب تبص عليه وتاخد فكرة. بس كده، دي كانت الطريقة اللي دخلت بيها الاونلاين بيزنس، وازاي حولت مهارة واحدة لأكتر من مصدر دخل وانا قاعد في البيت. أول حاجة لازم تغير عقليتك وطريقة تفكيرك. أنا بصراحة لما كنت بسمع أي حد بيتكلم عن موضوع العقلية وإزاي تفكر وإزاي تغير طريقة تفكيرك كنت بقفل الفيديو على طول، لكن مع الوقت فهمت إن ده الصح. لازم تغير طريقة تفكيرك وما تشوفش الموضوع صعب، لأن فعلا أي حد ممكن يقدر يعمله، لأن ده شغل زي أي شغل أنت بتشوفه. على الأقل خالص لازم تبقى مصدق نفسك وتصدق فعلا إنك تعرف تعمل الأرقام اللي أنت بتسمعها. لازم تبقى واثق من ده من جواك علشان تقدر تحققه، وده طبعا بعد مشيئة ربنا، لأن كل واحد ليه رزقه ودي حاجة مفروغ منها. الخطوة التانية إنك تبدأ تبحث بقى عن مجالات الشغل أونلاين، وتبدأ تاخد فكرة أو نبذة صغيرة عن كل مجال وتعرف هو شغال إزاي. تالت خطوة هتجيب ورقة وقلم وتبدأ تكتب الحاجات اللي أنت شايف نفسك شاطر فيها، أو على الأقل عندك الاستعداد إنك تفضل تتعلمها وتكمل فيها، وده هيساعدك في الخطوة الجاية، وهي إنك تختار مجال واحد بس تتعلمه بناء على الحاجات اللي أنت كتبتها من شوية وشفت نفسك شاطر فيها، أو عندك الاستعداد إنك تتعلمها وتكمل فيها. هأكد عليك تاني،
مجال واحد بس مش أكتر من كده، ما تشتتش نفسك وخصوصا في البداية. خامس خطوة إنك تبدأ تتعلم المجال اللي انت اخترته من مصادر مجانية، وطبعا أهم مصدر عندك هو اليوتيوب. لازم هتلاقي ناس شرحت المجال اللي انت اخترته، وكمان هتلاقي كورسات مجانية بتعلمك الأساسيات. المهم بس تعرف ازاي تعمل سيرش كويس لحد ما توصل لأشطر حد يعلمك المجال اللي انت اخترته. سادس خطوة، أول ما تتعلم أساسيات المجال ابدأ اعمل لنفسك بورتفوليو أو معرض أعمال يكون فيه نماذج شغل ليك، وابدأ سوق لنفسك في المهارة أو السوق اللي انت اخترته. وطبعا السوشيال ميديا دلوقتي بقت أهم مكان تسوق فيه لشغلك، وآلاف الناس تقدر تشوف الشغل اللي انت بتعمله وتعرض عليهم كمان انك تشتغل معاهم. لو مشيت على الخطوات دي بالترتيب وعملتها فعلا صح، هتعرف تعمل فلوس من أي مجال مهما كان المجال اللي انت اخترته. ومع الوقت لما يبقى عندك مصدر دخل ثابت، هتعرف ازاي تعدد مصادر دخلك زي ما انا عملت مع مهارة ال SEO. زي ما انا قلت لك، اهم حاجة تمشي على الخطوات اللي انا قلت لك عليها بالترتيب، وتاخد وقتك في كل خطوة من غير ما تستعجل. ولو محتاج اي مساعدة مني، هتلاقيني سايب لك لينك الانستجرام بتاعي في وصف الفيديو تحت. ادخل دلوقتي اعمل لي فولو واسألني في اي حاجة انت عايزها وانا هرد عليك على طول.